النهاردة هنعمل مع بعض الجمبري، ومين فينا ما بيحبش الجمبري؟ بس النهاردة مش هنعمله بالدقيق، هنعمله بالبيض والبقسماط. انا معايا هنا جمبري وسط متبلاه بتومة وملح وكمون وكزبرة، وسايباه شوية، وطبعا شوية ليمون معاهم. ومتبلاه وسايباه شوية عشان ياخد من التتبيلة بتاعته زي ما انتوا شايفين كده. فطبعا لما بتتبليه وتسيبيه شوية بيشرب التتبيلة وبيبقى طعمه خطير. ومعايا هنا دقيق، شوية دقيق طبعا على حسب الكمية اللي انت هتعمليها للجمبري. ومعايا بقسماط، ومعايا لبن وبيض، وعليه شوية فلفل اسمر علشان يضيع الزفارة، وفيجيتار، عايزة فيجيتار حامي فيجيتار بارد زي ما انت عايزة. انا هنا معايا فيجيتار حامي، هحط شوية منه على البقسماط، مش هحط الكتير. عايزه تحطي الكيس كله براحتك، عايزه تحطي كيسين زي ما انت عايزه. تمام. وعايزاه يبقى كريسبي، بيبقى فيه البقسماط الكريسبي، بس هو مش مبقاش محتاج يعني يبقى كريسبي. انا دلوقتي طبعا متبلاه، وهاخده بالتتبيله بتاعته. هحطه الاول في الدقيق، بحط الكميه كلها في الدقيق. لازم اتبله الاول بالدقيق بتاعه. بس بجد لما بيتبل بالبيض والبقسماط، بتعمليه بالبيض والبقسماط بيدي طعم، ولما بتعمليه بالدقيق بيدي طعم تاني خالص. بس هو الاصلي طبعا الدقيق، بيبقى الجمبري بتاعنا، بس ده نكهة تانية خالص، جربوها ومش هتندموا. انا تبلت كل الكمية، وتبقى دي هي المرحلة الاولى من الجمبري بتاعي. بعد كده هاخده من الدقيق، انا تبلته كويس وغطيته كويس. هاخده بقى من الدقيق للبيض واللبن، ولازم بتحطي معاهم فلفل اسمر عشان تضيع الزفارة. وطبعا بشتغل بايد، والايد التانية ما احطهاش في البيض علشان ما يكلكعش الدقيق مني، او في البقسماط ما يفضلش فيه كلاكيع كده في الايد. طبعا هاخده من الدقيق على البيض واللبن على البقسماط عشان يعمل لي الطبقة بتاعتي، ونغلفه اهو. هبتدي بقى اشيله واروح حطاه في البقسماط. انا خلصت كل الكميه بتاعتي كلها عشان طبعا هياخد وقت. سخنت الزيت، قدحته جامد. وبعد كده هبتدي ان انا اوطي عليه، بعد ما اتقدح كويس هبتدي ان انا اوطي عليه علشان يستوي كويس، وهو اصلا ما بياخدش وقت. بس ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا رب فيديو النهارده يعجبكم. ادي طبقه الجمبري بتاعتي. انا اتحى الزيت كويس، وانا قلت لكم ان احنا ازاي ان احنا نختبر الزيت. بنحط ظهر ايدينا، قصدي وش ايدينا، بنحطه على من فوق الوش كده. لو لقيت السخونيه طالعه يبقى هو كده الزيت قدح. وزي ما انتوا شايفين باين جدا ان الزيت مقدوح. وطبعا مش هنحط في ميه زي ما عملنا قبل كده في فيديو عن ان ازاي الزيت اخليه صافي، لان ده طبعا سمك ما ينفعش ان انا استخدمه تاني. فالزيت اللي انا هستخدمه هنا طبعا في الجمبري مش هينفع ان انا استخدمه لفراخ او بطاطس او اي حاجة تانية عشان ده زفارة. انا بقى هخلص كل الكمية، وبجد طعمه بالبيض والبقسماط روعة روعة، كأنك كده بتاكلي حاجة كده. هو ده طعم والدقيق طعم، بس البيض بالبيض والبقسماط تحسي ان انتي بتاكلي كده حاجة لذيذة، حاجة جميلة. جربوها ومش هتندموا عليها خالص. وكتغيير اكل، زهقتوا خلاص من الجمبري العادي بتاعنا، اعملوه بالبيض والبقسماط هتحسوا بتغيير تاني خالص. وجنبيه بقى شوية رز بالسمك، مش عايزة رز بالسمك، شوية رز بالبهارات، شوية رز عادي اصفر، شوية رز ابيض زي ما انت عايزة. يتاكل كده بالعيش حاف اصلا من غير اي حاجة.
انا كده بقى قليته. بوطي طبعا النار، لازم توطوا النار زي ما انتوا شايفين. انا بقى هقليه وارجع هطلعه وارجع لكم تاني. وهو ده الشكل النهائي، بس هي الاضاءة مغمقاه شوية، هو فاتح ولونه ذهبي. بس الاضاءة مش عارفة اللمبة اتحرقت معايا وانا بصور، فعشان كده مطلعاه غامق. بس هو لونه ذهبي، ما تسيبوش اكتر من كده علشان اصلا الجمبري بيستوي على طول. ويا رب الفيديو يعجبكم.